لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا فنانة جميلة من أجمل نجمات الزمن الجميل، الفنانة زهرة العلا. ايه اللي تعبك يا اختي؟ دعاء الكروان أترينه كان يرجع صوته هذا الترجيع حين صرعت هنادي في ذلك الفضاء العريض. نبذة سريعة مختصرة عن حياتها الفنية. الفنانة الجميلة زهرة العلا من مواليد يوم 10/7 عام 1934، مواليد محافظة الإسكندرية. فنانة رقيقة من أجمل فنانات الزمن الجميل، تمتلك نبرة صوت فيها شجن وشخصية رومانسية كلاسيكية. تعرفي ان في بلاد الراجل ما يخشش بيته من غير وردة في ايده؟ عقبالنا يا رب. غريبة الناس لو تفهم تأثير الورد على القلوب كان يرقق احساسهم وتقل مشاكلهم. واصبح انا مليونيرة. استاذ كمال، اهلا وسهلا. استاذ كمال، مساء الخير يا زهر. مساء النور. البوكيه جاهز. اشتهرت بتقديم أدوار ثانوية ودور سنيدة البطلة، ولم تخرج من هذا الدور طوال مشوارها الفني. تزوجت 4 مرات، منهم مرتان من أقارب لها، والمرة الثالثة أثناء دورها في فيلم رد قلبي أحبها صلاح ذو الفقار، وتم زواجهم لمدة عامين من عام 57 لحد عام 59. انت ايه، مولودة بثلاجة؟ اسمعي، عايزة تريحي قلبك حطيه جوه التلاجة. طيب خليه بقى جوه الثلاجة عشان الاستاذ كمال يروح ولا يرجعش تاني. طب ما يرجعش. يا سلام، بتقوليها كده بكل بساطة. ده انا في ايام محدش بيستفتحنا اللي هو، وكل ما يقدم لك الوردة اياها بحط ايدي على قلبي. ثم تزوجت للمرة الرابعة من المخرج حسن الصيفي، واستمر زواجهم 45 عام لحد عام 2005، وأنجبت ابنتيها أمل ومنال الصيفي، وهي تبقى خالة الفنان أحمد عبد الغني. قدمت 125 فيلما و50 مسلسلا تلفزيونيا، وآخر أعمالها كان عام 1991 فيلم أرض. من أشهر أعمالها فيلم رد قلبي ودعاء الكروان في دور هنادي. وفيلم الوسادة الخالية عام 57، وفيلم سر طاقية الإخفاء، وفيلم بين القصرين، واسماعيل ياسين في البوليس والأسطول وغيرها. رحلت عن عالمنا يوم 18/12 عام 2013، تاركة خلفها مكتبة كبيرة من الأعمال الفنية الجميلة حتى الآن. رحم الله الفنانة زهرة العلا.